السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد معي أنا ملوكة. خياطة، نعلمكم دروس الخياطة والتفصيل والطرز، ونشارك معكم تجربتي الشخصية في هذا الميدان. اليوم راح نشارك معكم 8 خطوات لازم تمري بها باه تولي من مبتدئة وهاوية للخياطة إلى محترفة بإذن الله تعالى. أول خطوة هي أنك تسألي نفسك، هل تحبي الخياطة وعندك شغف ليها، ولا حابة تتعلمي لأنك شفتي ناس واحد آخرين نجحوا في هذا الميدان؟ هنا تكوني حابة النجاح مش الخياطة، وننصحك أنك تبحثي عن جديد على الميدان اللي تحبيه، لأنك ما راكيش رايحة تكملي وتواصلي فيها. ثاني خطوة، تتوكلي على ربي وتبداي. كاين بزاف بنات تقولك نحب نتعلم الخياطة لكن ما تديرش الخطوة الأولى. لازم تكوني قوية وتتكلي على ربي وتنحي كامل العراقيل اللي راكي دايرتهم في راسك وتبداي. الخطوة الثالثة، البدء بالأساسيات التي تعتبر القاعدة، وهذا شيء بديهي في أي ميدان. نبدأ من الأسفل ونطلع للأعلى، وما تستصغري حتى تفصيل. ما تعرفيش وقتها تحتاجي هذيك التفاصيل اللي تقدري تستهوني بها وتكون هي السبة أنك ما تقدريش تكملي. الخطوة الرابعة، البحث والسؤال. وفي يومنا هذا سهلت علينا الشبكة العنكبوتية البحث والتعلم من داخل بيوتنا. تجيك المعلومة بكبسة زر، يبقى انتي تبحثي وتطرحي أكبر عدد من الأسئلة اللي تساعدك لتعلم واكتساب المهارات. الخطوة الخامسة، التجربة والتطبيق. ما يكفيش أنك تجمعي المعلومات في كراسك وتقولي راني نتعلم الخياطة، لازمك التطبيق. وعدم توفر الإمكانيات ملازمش يكون عائق بالنسبة لك. ابداي ما هو متوفر عندك، وبالعقل كل شيء يتوفر بإذن الله. على سبيل المثال، أنت ما تملكيش آلة خياطة وتحبي هذا المجال، وماذا بيك تتعلمي؟ ابداي بالخياطة باليد، كاين غرز كثيرة تتعلميها غير بالإبرة والخيط. والخياطة التي لا تجيد الخياطة باليد وما تقدرش تطلع الخياطة ولا الموديل نتاعها بيدها ما تسماش ولا ما تستحقش اسم خياطة، لأنه آلة الخياطة هي وسيلة مساعدة، ما هي الخياطة. وبالعكس، عندما تتقني الغرز باليد رايحة تكون الخدمة نتاعك في قمة الإتقان. الخطوة السادسة، مواصلة البحث والتعلم واكتساب المهارات. وما تسقفيش طموحك، يعني قد ما تتعلمي تطلعي لتعلم المزيد، تعلم أشياء جديدة. هذا الميدان لا ينتهي، وما لازمش تسقفي تعلم عند حد معين. هذا يخليك تطوري مهاراتك وتكتسبي مهارات جديدة. الخطوة السابعة، التحفيز. كونك مبتدئة ما يمنعكش أنك تبداي بمشاريع صغيرة اللي تقدري تبداي فيها برأس مال صغير، وخبرة في الخياطة تكون متواضعة.
هكذا هذوك المشاريع والدخل نتاعهم رايحين يحفزوك ويعاونوك أنك تتعلمي أكثر وتصبري على الصعوبات اللي رايحة تعترض طريقك. وصلنا للخطوة الأخيرة، وهي الخطوة الثامنة، وهي أهم خطوة في أي ميدان كان، هو الصبر والتحلي بالإيمان أنه بعد ما إنسان يتعب ويبذل جهد بالطبع ربي راح يجازيه على حساب الجهد نتاعو، وراح يكون النجاح من نصيبه إن شاء الله. وفي الأخير نتمنى من الله عز وجل أنه ينول كل وحدة مرادها وما راهي متمنية، ويوصلها لأحلامها وأمانيها، وربي يرزقكم الخير والبركات. وما تنسوش الجام، ولأول مرة تزور القناة تشرفني بالاشتراك وتعرفني بروحها في تعليق جميل. وإلى اللقاء في فيديو جديد بإذن الله تعالى.